يلا هو نكتشفوا دوار قدفان والواد اللي كاين في هاد البلاصه. يلا هو معنا. بسم الله. هو فكرون ديال الماء مسكين. هاهو هما الديور ديال قدفان، تبارك الله، منازل الاجداد. شوفوا المنظر تبارك الله. والهي هاي يبان لنا داك الدوار ديال اكدال. ها كيف راه يبان بالبعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد بالقناة. اليوم الخوت الجولة غادي تكون في جبال بني زناس. راني في الطريق لهادي الطريق اللي كتفوت في الوسط ديال جبال بني زناسن، الطريق اللي كتدينا للجهة ديال بني وكلان قدفان وكتبقى غادية حتى لعين المو. البلاصة اللي راني متوقف فيها قدام واحد المسجد اللي كيتسمى مسجد الخضراء. غادي تشوفوا معايا الطريق، غادي نوري لكم هاد البلاصة وغادي تشوفوا معنا المنطقه ديال هاد الجهه والجوايه ديال الدواوير ديال بني زناس. نتمنى لكم فرجه. البلاصه اللي راني فيها الخوت هي هذه. هنا راه كاين واحد الواد، هو هذه هي الجبال ديال بني زناسن، وهذه هي الطريق اللي جينا معها من مدينه بركان، بالضبط من الجهه ديال ورطاس. الطريق اللي تدينا للجبال ديال بني زناسن هي هذه. الطريق راها غاديه قدرون، وشوفوا معايا منا الجهه الاخرى هي هذه. هي الخوت الطريق اللي كتمشي حتى للجهه ديال بني وكلان، تمشي لقدفان، تمشي لبزاف ديال الدواوير اخرى ديال بني زناسن. هي الطريقه الخوت. هنا طبعا كاين واحد الواد، واحد الواد، وغادي نوري لكم حتى المسجد اللي راني بالقرب منه. هنا طبعا كاينه ديك الطريق اللي على الطرف، واحد المسجد الفوق، وها هو المسجد اللي راني متوقف قدامه اللي كيتسمى مسجد الخضراء. هذا راه كانت فيه واحد السقايه، يبان لي ما بقاتش اليوم، ما عرفتش واش ما بقاش فيها الماء ولا. شوفوا معايا الخوت، المسجد هو هذا، عنده واحد الشكل رائع، هاد الصومعه ديالو تبارك الله. راه جاي في الطريق، واحد الهدوء في هاد البلاصه، واحد الكالم. شوفوا المنظر الخوت ديال واحد الجبل اللي تبارك الله راه الفوق، ما شاء الله. وهي الطريق، هي الطريق الخوت اللي كتدينا لمجموعه ديال الدواوير. هي هذه غاديه في وسط الجبال. راني طلعت واحد الطلعه تبارك الله، والله لا الرياضه. غادي نوري لكم منا المنظر ديال هاد الواد، والتتمه ديال الطريق راه تبان كامله بهاد البلاصه. شوفوا معايا المنظر الخوت ديال هاد الطريق، منظر واعر تبارك الله. الطريق راه فيها لي فيراج
كتدي حتى الجهه ديال بني وكلان، قدفان، بزاف ديال البلايص، خلاد، وكتبقى غاديه حتى العينالم. وعلى ما اظن المسافه ديالها هي 17 كيلومتر حتى العينالم. هي الخوت، شوفوا المنظر ديال الجبال ديال بني زناسن. تحيه للناس ديال بني زناسن، وما كرهش تكتبوا لي في لي كومونتير اسم القبيله واسم الدوار اللي كتنتميو له. يلا الناس ديال بني زناسن بانوا لي في لي كومونتير، قولوا لي الاسم ديال الدوار ديالكم والدوار ديال الاجداد ديالكم، كتبوا لي الاسم ديالو في لي كومونتير. في هذا المنظر ديال جبال بني زناسن. شوفوا معايا المسجد الخوت، راه يبان الفوق. هوك من هاد البلاصه، هاوك فين راه. شوفوا معايا الجمال ديال الطبيعه ديال بني زناسن الخوت. هنا راه كاين الاشجار ديال ديال الرمان، هي هذيك اللي راه تبان لهيها. كاينه هاد الكرمه ديال الكرموس حتى هي. شوفوا تبارك الله هاد الارض ما شاء الله. هاد الطريق على ما اظن غادي يديروا لها الكودرون. ها هي واحد الاليه ديال راهم كانوا بداو يخدموها. ها هو المسجد رانا قربنا له اكثر. هاك فين راه يبان لكم. وهايك الطريق لهي، هاد الطريق اللي هضرنا عليها قبيله. وهذه راه طريق اخرى، هي هذه اللي رحنا على طرفها. هذه غادي يدار لها حتى هي الكودرون، غادي تبقى تطلع حتى لذاك المسجد ديال سيدي علي البكاي، حتى لتما، حتى لديك البلاصه. راه كاينين شي ديور تما. وشوفوا الهدوء اللي كاين في هاد البلاصه، تبارك الله. شوفوا المنظر، واحد حمامه ولا واش هذه. بغي نوجه لكم واحد التحيه لكم كاملين من قلب جبال بني زناس. نشوفوا تبارك الله الخوت، واحد الكالم، واحد الهدوء راه كاين هنا. ما تسمعش الصوت نهائيا من غير صوت الطبيعه. ما كرهش تنزلوا في لي كومونتير الناس ديال الجاليه المقيمه خارج ارض الوطن، كتبوا لي البلاصه فين راكو، اسم المدينه ولا اسم الدوله اللي راكو عايشين فيها. الناس ديال المغرب كتبوا لي اسم المدينه المغربيه، والناس ديال الجزائر حتى هما كتبوا لي اسم المدينه الجزائريه. وشوفوا معنا الاجواء الرائعه في قلب جبال بني زناس. تبارك الله، واحد الكالم. شوفوا الارض، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. واحد المناظر واعره بزاف. غادي نزيد نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا. هذا هو مسجد الخضراء الخوت اللي قلت لكم كاين في هذه البلاصه. شوفوا تبارك الله، واحد المسجد، مسجد اللي صغير جاي على طرف الطريق. هاهي الصومعه ديالو. شوفوا هنا راه كاينه واحد الطريق راه الفوق تدي للجبل لهيها كاع. ما عرفتش هذيك واش تدي لشي، تدي للارض ديال شي حد ولا الله اعلم، ولا تدي لشي دوار. هنا كاين الواد طبعا. شوفوا معايا
الساحة ديال المسجد لداخل، تبارك الله. ها هي شوف واحد العوين راه هنايا شوف تبارك الله واحد العوين. من بعد ما توقفنا على طرف الطريق بالقرب من مسجد الخضراء وشفتوا معنا المناظر الطبيعيه اللي كتميز هذه المنطقه والهدوء اللي كاين في هذه البلاصه، دروك غادي نكملوا الطريق ديالنا نحو الدواوير الموجوده على هذا الطريق اللي كتمشي حتى لعينالمو واللي المسافه ديالها 17 كيلومتر. غادي نمشيو لواحد من الدواوير المعروفه اللي كاين في المنطقه ديال بني وكلان وهو دوار قدفان. غادي نمشيو تما وغادي تشوفوا معنا مناظر طبيعيه اللي كتميز هذه البلاصه، وما شاء الله الجمال ديال الطبيعه اللي كيميز الجبال ديال بني زناسن. بالنسبه لبني زناسن هي قبائل توجد في جبال بني زناسن، وسميت هذه الجبال على هذه القبائل، ومن اشهر القبائل كاين 4 ديال القبائل معروفه وهي بني عتيق، بني منقوش، بني خالد، وبني وريمش. نبغي نشكركم بزاف على التعليقات اللي كانوا في الفيديوهات السابقه، والناس اللي جاوا جداد لهذه القناه مرحبا بكم. ما تنساوش انكم تشتركوا بالقناه وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، والى عجبكم المحتوى ديال القناه ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. استمتعوا معنا بالجمال ديال الطبيعه اللي كيميز جبال بني زناسن. فرجه ممتعه. وقفت في واحد المنظر الخوت ما شاء الله في الوسط ديال جبال بني زناسن، وبالضبط بالقرب من دوار قدفان. تحيه للناس ديال قدفان واللي عنده العائله من قدفان، تحيه لبلاد الاجداد. ها هي الخوت، شوفوا المنظر تبارك الله. غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا. شوفوا المنظر تبارك الله الخوت، ما شاء الله على هذه الخضوريه تبارك الله. واحد المنظر، شوفوا 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 ما شاء الله.
شوف. وهاد الطريق كتدينا للدوار ديال قدفان. ها هو قدفان فين راه، ها هو قدفان، هو هذاك هيها ديك البلاصه. ما شاء الله على هذا المنظر، تبارك الله. شوفوا معايا الخوت الواد لتحت. يلا قولوا لي كي سميتهم دوك الدروج، اللي قال لي السميه ديالهم نعرفوا يزناسني حر. يلا قولوا لي، يلا. شوفوا تبارك الله الجبال ديال بني زناسن. هذاك هو الدوار ديال قدفان. هو الدوار ديال اكدال يبان من هاد البلاصه. شوفوا تبارك الله المنظر كي داير. هو غادي نزوميو عليه من هنا. هو كيف راه يبانوا لكم المنازل ديال اكدال. المنطقه ديال بني وكلان هي هادي. شوف تبارك الله المنظر كي داير. شوف المنظر ديال هاد الجبل، تبارك الله. هادي الطريق اللي تدينا الدوار ديال قدفان. وصلنا الان للطريق اللي كتدينا لوسط دوار قدفان. هاد الدوار اللي فيه مجموعه ديال المنازل وعدد قليل من السكان ومناظر طبيعيه رائعه اللي كاينه في هاد البلاصه. كاين واحد الواد وكاين مناظر خلابه غادي تشوفوهم معنا في هاد الفيديو. بالنسبه لدوار قدفان اللي بغى يمشي له راه كاين على الطرف ديال الطريق. من تكونش هاد الطريق كيبان لك واحد البلاكه على اليمين فيها واحد الكتبه صغيره تما دوار قدفان. وهي هاد الطريق اللي نزلنا معها واحد البيست اللي صراحه ماشي طويله بزاف، تنزلوا معها وتخلي السياره ديالك في اي بلاصه وتستمتع بالجمال ديال الطبيعه الموجود في هاد البلاصه. دركا الخوت راني في الدوار ديال قدفان. غادي نوري لكم هاد المنازل القديمه اللي كاينه هنا، تبارك الله، اللي عندها سنوات طويله. والمسجد ديال الدوار حتى هو غادي نمشيو له، غادي تشوفوه معايا وتشوفوا معايا واحد المنظر اللي تبارك الله ديال الواد وديال الجبال ديال بني زناس اللي كيبانوا من هاد البلاصه. شوفوا معايا الخوت، ما شاء الله هاد البلاصه كي دايره. شوفوا هنا راه البني قديم. غادي نزيدو ندخلو قدام الديور نوري لكم كاع هاد الجهه. شوفوا معايا واحد المنظر ديال هاد الواد اللي يبان من هنا والمناظر الطبيعيه اللي كاينه هنا. شوفوا تبارك الله. شوف الهنديه كانت لتحت. هما الجبال. شوفوا لهيها واحد واحد الحمار فين راه لتحت. الطريق على طرف الواد. شوفوا المنظر هنا عاود كي داير. ما شاء الله واحد المنظر تبارك الله. شوفوا المنظر تبارك الله. والهي يبان لنا داك الدوار ديال اكدال. ها هو كيف راه يبان بالبعيد. شفتوا فين راه يبان. هايك الطريق. شوف المنظر كي داير. هنا الخوت كاين المسجد ديال الدوار ديال قدفان. غادي ندخلوا لداخل وغادي نوري لكم الساحه ديال المسجد كي دايره تبارك الله، اللي كتطلع على واحد المنظر واعر بزاف ديال جبال بني زناس. شوفوا المنظر اللي يبان لنا الخوت من المسجد. شوفوا تبارك الله المنظر كي داير. واحد الخضوريه ما شاء الله من هاد البلاصه. شوفوا ما شاء الله. غادي ندخلوا للجامع وغادي نشوفوا. دوكا الخوت غادي نتمشاو شويه في الدوار ديال قدفان. شوفوا تبارك الله هاد الحجر هنا. شوفوا الديور مبنيين بالحجر تبارك الله. الديور اللي قدام سنوات وسنوات. شوفوا ما شاء الله واحد المنظر كي داير تبارك الله.
هما الديور ديال كتفان، تبارك الله، منازل الاجداد. شوفوا معايا الخوت، كاينين ديور اللي قدام هنايا. شوفوا معايا هنا، هما راه باقي غير الاثار ديالهم. هاد البلاصه شوفوا، هاد الدار قديمه حتى هي. هادي راه كاع تهدمت مسكينه. شوف بنيين غير بالحجر. هادي جديده، هادو جداد. هما شوفوا الفوق عاود. شوفوا الطريق اللي راني نتمشى فيها كي دايره، هي هادي. شوفوا معايا، نزيدو نتمشاو شويه. ها هي. شوفوا شي ديور اللي قدام هنايا. شوفوا شوفوا الديور تبارك الله الخوت، هادو راهم قدام. شوفوا معايا واحد المنظر من هنا من الفوق، تبارك الله. شوفوا شوفوا من هنا راه كاينه الطريق لتحت. هيك، ولكن ما تقدرش تهود لها من هنا. شوف هنا راه كانت الهنديه، مسكينه كاع مشات. مك الجبال اللي راهم يبانوا. غادي نهودوا لديك الطريق اللي لتحت، تهودنا حتى للجنانات والواد ديك الخضوريه اللي راها تبان لكم لتحت. غادي نهودوا حتى لتما، ولكن طبعا غادي نضربوا الدوره عادوا نهودوا. شوفوا تبارك الله. شوف هما الديور اللي قدام. هادي الطريق اللي غادي نمشيو معاها باش نهودو للجهه اللي فيها الواد. نمشيو للجهه ديال الواد. شوفوا المناظر عاود تما، تبارك الله على الخوت. واحد الراحه نفسيه من تكون تمشى بحال هاد البلاصه. تبارك الله.
كي جيت الواد ديال قدفان تبارك الله واحد المنظر. شوفوا معايا هذا الدفله اللي كاينه هنا في هذه البلاصه، وشوفوا الماء كي داير هنا تبارك الله. غادي نوري لكم كاع هذه البلاصه، ولكن قبل اجيو تشوفوا معايا تلاقيت واحد الفكرون ديال الماء. اجي معايا واحد الفكرون هنا هذا الصوت. واحد الفكرون غادي نديرونجيوه شويه مسكين. قربوا له ها هو فكرون ديال الماء مسكين. ها هو يلا خرج سلم علينا شو كيبان. كان في هاد البلاصه مسكين. والواد راه غادي سبحان الله. شوف المنظر، الصوت ديال الماء. ما شاء الله. يلا هون نكتشفوا دوار قدفان والواد اللي كاين في هذه البلاصه. يلا هون معي. كي جينا للعين ديال قدفان نسقيو الماء نغسلو شويه هنا. اجي نوري لهم هاد العين هنا بالقريب. من تما يا بسم الله. زومي شويه للعين باش تبان. بارد. ها هو الماء. بسم الله. شوفوا معايا الطريق اللي غادي نمشيو معاها تبارك الله. ما شاء الله واحد المنظر تبارك الله. جمال ديال الطبيعه ما شاء الله في الجبال ديال بني زناسن. شوفوا تبارك الله كي داير منظر كي داير. ها هو الدوار ديال قدفان. شوفوا معايا الدوار ديال قدفان الفوق، وهذاك اللي راه يبان لكم منظر ما شاء الله تبارك الله. شوف المنظر كي داير. ما شاء الله واحد الراحه نفسيه في هذه البلاصه. شوف الطريق اللي جينا معاها كي دايره. تبارك الله.
هاي واحد المزاحة في الدوار ديال قدفان. شوفوا تبارك الله المنظر كي داير، ما شاء الله واحد المنظر. هاي الطريق اللي راني غادي معاها هي هادي، شوفوا تبارك الله. ها هو الدوار ديال قدفان، ها هو الدوار ديال قدفان، وهذا اللي راه يبان لكم. هاوك الواد يجري لتحت تبارك الله. شوفوا المياه ديال الواد. ها هي العين ديال قدفان هي هادي السقايه، ولتحت راهم زارعين الحرور. شوفوا هاد الهندية مسكينة كاملة ماتت، شوفوا يبست. هاي الهندية مسكينة كي ولات، مرضت هاد الهندية كاملة. وشوفوا المنظر.
وصلنا لنهاية الجولة ديالنا في وسط جبال بني زناسن في واحد من الدواوير ديال المنطقة ديال بني وكلان، وهو دوار قدفان. تحية لكم كاملين أينما كنتم، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. تحية الناس اللي كيكتبوا لي في لي كومونتير وكيدعموا القناة بالاشتراك وبالبارطاج وبالضغط على زر الإعجاب. ونتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الأجواء الرائعة وبهذه المناظر الخلابة اللي كتميز جبال ديال بني زناسن. وحاولت انني نقول لكم واحد شويه من الجمال ديال الطبيعه ديال هذه المنطقه الموجوده في الاقليم ديال بركان، واللي الهدف ديالي انني نعرف بهذه المناطق اكثر ويعرفوهم الناس اللي ربما عمرهم ما وصلوا لهذه البلايص، وايضا حتى الناس ديال بركان يزيدوا يشجعوا بحال هذه الاماكن، والناس ديال المنطقه الشرقيه بصفه عامه، لان كاين واحد الجمال ديال الطبيعه الموجود في جبال بني زناسن. نلتقي ان شاء الله في فيديو مقبل، وإلا عجبكم هذا المحتوى ديال القناه وبالضبط بحال هذا الفيديو اللي كنعرفوا بالدواوير وبالمناطق اللي ما معروفاش بزاف في المنطقه ديال بني زناسن وفي الاقليم ديال بركان، كتبوها لي في لي كومونتير باش ان شاء الله نمشيو لبلايص اخرين ونزيدوا نديروا فيديوهات اخرى في مجموعه من الدواوير ديال بني زناسن. الى اللقاء.